النهارده بالقدر كده وانا بقلب في الراديو بتاع العربيه على قنوات الاف ام، فجات لي قناه اسمها دراما اف ام، فلقيت تمثيليه شغاله فيها صوت سراج منير، زوزو ماضي، نعيمه وصفي. فاتفاجئت بعد كده انها تمثيليه اذاعيه اسمها في بيوت الناس. بصرف النظر عن اسمها، بصرف النظر عن الممثلين، بس ايه الحوار الراقي ده؟ ايه الالفاظ الجميله دي؟ ايه الاحترام البالغ ده؟ ايه المعاني السامية اللي موجودة في العمل الدرامي ده؟ انا ما سمعتش الا تقريبا حوالي يمكن اقل من 20 دقيقة، بس كلهم قيم، كلهم مبادئ، كلهم احترام، كلهم فكر، حوار راقي. فين الكلام ده يا جماعة؟ احنا بقينا فين من كل ده؟ احنا ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه البلاعة اللي اتفتحت علينا من تصرفات ومن الفاظ ومن افكار ومن طريقة لبس وطريقة تعامل وقلة احترام وعدم، يعني وعدم احترام كبير وعدم احترام بين الرجل والمرأة وامور طبعا غاية ما عادش فيه اخلاقيات، ما عادش فيه تمسك بالدين، ما عادش فيه قوامة، ما عادش فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. الدراما دلوقتي بقت معيبة، معيبة تماما. يقول لك احنا بنظهر واقع المجتمع. طب ما تظهر جمال المجتمع، ما تبرز جمال المجتمع، ما تفكرنا بان احنا كنا محترمين وكنا كويسين وكنا مؤدبين وكنا ما بنتكلمش مع بعض الا باحترام، وما نفكرش الا برقي، وما نتعاملش الا في حدود اللياقه واللباقه والدين والاخلاقيات. يا ريت يا جماعه، يا ريت نرجع لكل ده، مش نسمع الحاجات دي بس كده ونترحم على الايام. لا، يا ريت نرجع بانفسنا لكل ده. دمتم سالمين.